السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا خارجين من امتحان القرآن والحديث مبسوطين ان شاء الله بعون الله. طمنونا عليكم في الكومنتات، عملتوا ايه؟ طبعا احنا متفقين احنا ما بنراجعش، صح؟ ملناش دعوة، اللي حصل حصل. يعني يا ريت انا اعمل كده واقول اللي حصل حصل. بس للاسف يعني، بس انا انصحكم بصراحة يعني محدش يراجع، اوعى حد يراجع. يعني ادعوا لي بقى ان انا اعمل كده وما راجعش. يا ربنا يوفقك يا رب. يلا المادة اللي بعدها على السريع كده، معانا الرياضات البحتة. عندك 4 فروع: جبر وفراغية وتفاضل وتكامل. باشا احفظ كتاب المعهد وسنين سابقة، حل امتحانات سنين سابقة. هلحق؟ ما مش عارف هتعملها ازاي صراحة، بس هو لازم. يعني عايز تقفل رياضة تكون صامم كتاب معهد وامتحانات سنين سابقة. ربنا يكون معاك ويعينك يا ابني. هنعمل ايه والله يا باشا؟ انا رأيي تبدأ تراجع منهج سريع. ناس كتير طبعا، استاذنا الكبير سعد عبد الموجود لو نزل لك مراجعة يبقى كتر خيره. وعندك مستر هندسة لو نزل لك مراجعة فده طبعا يعني تبقى حاجة جامدة جدا. مستر احمد فتح الله، ناس كتير محترمة يعني هتنزل لك مراجعات وتوقعات أسئلة الامتحان. يعني هتبقى حاجة زي العسل وعنب العنب كمان. فنصيحة يا ابني، انت اول حاجة هتعملها انسى اللي فات. غلطت اللي حصل حصل. انت مش معاك آلة زمن هتلف وترجع بيها تغير الدرجة. للأسف خلاص اللي حصل حصل. فانت كل اللي تملكه ان انت تمسك كتاب المعهد، تذاكر كويس، تحل كويس، وتبقى عارف الأسئلة. انت حرفيا خلي بالك بس ان الرياضة مفيش وقت ان انت داخل تفكر، انت داخل تكتب. يعني الرياضة انت داخل تكتب، حرفيا انت داخل تكتب، انت حافظ وداخل تكتب. السؤال هيجي زي ما هو بالأرقام ومن الكتاب. انما فكره ان انت يكون معاك ورقه فيها 4 فروع وحضرتك قاعد انا لسه هفكر وقت ده، هما ساعه ونص ولا يمكن ساعتين. مفيش وقت حضرتك. يعني انت داخل تكتب. فاستعين بالله كده. اسمع ذاكر كويس، اسمع مراجعه محترمه. ذاكر التوقعات وخش توكل على الله. وما تهريش كتير، ما تهريش كتير، لان الامتحان مش محتاجه هري كتير. ما تقعدش تتكلم ده وتتكلم ده وتتكلم ده. انا قلت لك الخلاصه، وانت يا باشا يعني ايه، تاني كده على السريع. اولا احنا هنذاكر كويس، هنذاكر كويس. تاني حاجة حضرتك هتمسك كتاب المعهد تحفظه، مثال المحلول أو حاول أن تحل. وعندك تدريبات الكتاب والنماذج لو في نماذج عندك في آخر الكتاب. تمام. هتخش لو مستر سعد موجود نزل لك مراجعة احفظها، توقعات ذاكرها. مستر هندسة جزاه الله خيرا هتلاقيه منزل لك مراجعة أصلا كده كده أكيد يعني. وعندك كل المدرسين أفاضل. اسمع المدرس اللي أنت يعجبك. أهم حاجة يكون بيحل كتاب المعهد وأنت داخل كتاب المعهد حله بس. طبعا بقى متنساش دعوة حلوة كده، عندنا امتحان بكرة، دعواتكم. والله بصور لكم الفيديو ده وانا واقف يعني. دعواتكم كده وربنا يعينكم ويقويكم يا رب، اللهم امين.